قيافة ده كان ماسك منصب كبير الكهنة أو رئيس الكهنة في الوقت اللي اتحاكم فيه المسيح واتصلب. فترة حكمه ككبير للكهنة كانت طويلة نسبيا، حوالي من سنة 18 ميلاديا لحد سنة 36 أو 37 ميلاديا، وده بيدل على أنه كان سياسي شاطر وعرف إزاي يتعامل مع الحكم الروماني في الوقت ده. قيافة كان ليه دور أساسي في محاكمة المسيح قدام مجلس السنهدرين، واتهمه بالتجديف لما المسيح قال إن هو المسيح ابن الله. المحاكمة دي كانت غريبة شوية لأنها اتعملت بالليل وفي بيت قيافة نفسه. بعد صلب المسيح قيافة فضل في منصبه لحد ما عزله الوالي الروماني فتليروس حوالي سنة 36 أو 37 ميلاديا، وعزل قيافة جه في نفس الوقت تقريبا اللي اتعزل فيه بيلاطس البنطي. وعزل الاتنين دول في وقت واحد ممكن يشير إن الرومان ما كانوش راضيين عن طريقة إدارتهم للأمور في منطقة اليهودية، سواء كان بسبب قضية المسيح أو بسبب اضطرابات تانية في المنطقة. بالنسبة لحياته بعد كده وموته مفيش معلومات تاريخية كتير ومؤكدة. المؤرخ يوسيفوس ما بيقولش إيه اللي حصل لقيافة بعد ما اتعزل، لكن سفر أعمال الرسل في الكتاب المقدس بيذكر إن قيافة كان لسه ماسك منصب كبير الكهنة لما بطرس ويوحنا اتقبض عليهم بعد ما شافوا الرجل الأعرج عند باب الهيكل. ده ممكن يدل إن قيافة كان لسه ليه نفوذ وسلطة حتى بعد ما فتليروس عزله رسميا، أو إن الفترة الزمنية بين عزله والقبض على بطرس ويوحنا كانت قصيرة. وفي بعض الروايات التانية وهي من خارج الكتاب المقدس بتقول إن قيافة شاف المسيح بعد قيامته، وده خلاه يستقيل من منصبه في مجلس السنهدرين. الرواية دي مع إنها مش من المصادر الأساسية لكنها بتوضح الإيمان بالتأثير الكبير اللي عملته قيامة المسيح حتى على الناس اللي كانوا ضده. والفيلسوف دانتي إليجيري في كتابه الكوميديا الإلهية حط قيافة في الجحيم ومصلوب للأبد والناس بيدوسوا عليه، وده بيعكس نظرة لاهوتية سلبية لدور قيافة في موت المسيح. وفي سنة 1990 اكتشفوا مقبرة فيها عظام وتم التعرف عليها أنها مقبرة عائلة قيافة، وكان في صندوق عليه اسم يوسف ابن قيافة. الاكتشاف ده بيأكد أن قيافة كان شخصية حقيقية عاشت في الفترة دي. كمان في روايات بتقول أنه انتحر أو مات من كتر الحزن والندم، لكن دي كلها مجرد روايات ومش حقائق مؤكدة. في النهاية مع أن دور قيافة في صلب المسيح واضح، لكن اللي حصل له بالتحديد بعد كده مش معروف بالتفصيل، والمصادر التاريخية قليلة والروايات مختلفة.